تفضل يا أخي خالد. السلام عليكم، مساء الخير أستاذ أسعد. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا. أحييك من مدينة أبها جنوب المملكة العربية السعودية. يا مرحبا مرحبا بك. الله يحييك، وكل عام وأنتم بخير وشهر مبارك وعواشر مبروكة لإخواننا المغاربة، كل عام وانت طيب. وأيضا من يحضر معنا من الأخوة الجزائريين. إن شاء الله بس أعصابهم تكون هادية شوية بس. على العموم يعني أنا أستغرب، والله أستغرب، واستغرابي من يحاول تغيير وتحريف التاريخ الذي هو مسجل في أمهات الكتب، التاريخ المغاربي العظيم المغربي. ولا أقول المغاربي لأن المغاربي تشمل الجزائر. الجزائر للأسف الشديد ليس لها تاريخ حقيقي كأمة جزائرية، كأمة كوطن حقيقي لهم. الوطن الحقيقي والتاريخ الحقيقي هو للمغرب، المغرب الأقصى. حينما بدأ الموحدين ثم تلاهم المرابطين ثم السعديين ثم العلويين، واستمر هذا الحكم. هذه الدول التي حكمت في المغرب لم تحكم المغرب الصغير فقط، بل حكمت وسط أفريقيا كاملا. الدولة المرابطية حكمت مالي، السنغال، تشاد، موريتانيا، المغرب، ونصف الجزائر، والجزائر كاملة، شمال الجزائر وحتى تونس. هذه حقيقة تاريخية لا يجب أن ينكرها أحد، وهي مسجلة في أمهات كتب التاريخ لمن يقرأ التاريخ ويعرف التاريخ. أخوتنا في الجزائر فقط، أنا سأوضح سبب يعني نفسي، هو سبب نفسي لمحاولة طمس هذا التاريخ العظيم للمملكة المغربية. هو الاستعمار الذي جثم على قلوبهم وعلى أراضيهم لحوالي 150 عام. هذا التاريخ الفرنسي وهذا الاحتلال الفرنسي الذي جعل منهم أمة لا ترى إلا طرف أنفها في التاريخ وفي السلطة وفي الحكم. كانت الجزائر إلى قبل الاستعمار الفرنسي هي ولاية عثمانية. لا يجب أن ينكر أحد هذا الشيء من الأخوة الجزائريين. الدولة العثمانية توقفت عند حدود الأطلس الكبير، ولم تستطع أن تدخل للمغرب. حكام المغرب من المرابطين ومن السعديين كانوا يريدون فقط استعانة ببعض السلاطين الذين يتبعون للدولة العثمانية لمساعدتهم في الفتح الأندلسي. حينما يوسف بن تاشفين يقول بأنه أحد المداخلين في قبل قليل بأنه أتى من الجزائر، يوسف بن تاشفين أين كون إمارته وأين كون انطلاقته؟ من مراكش. مراكش التاريخ، مراكش التي ذهب منها إلى أسبانيا. قتل ملك البرتغال على يد المرابطين. هذا التاريخ لا يجب أن ينساه أخوتنا في الجزائر، بأن هناك تاريخ حقيقي للمملكة المغربية عبر آلاف السنين، من 800 الميلادية وحتى هذا التاريخ. هذا من نظرتي كمحايد من المملكة العربية السعودية. وعلى أخواننا الجزائريين أن يحترموا التاريخ ويحترموا الجغرافيا ويحترموا الثقافة التي هي في الأساس أشعت من المغرب وذهبت إلى الأندلس ثم عادت. ولكن للأسف الشديد هم لا يريدون أن يعون هذه المرحلة. ما بعد الاستقلال الجزائري للأسف الشديد كوارث حصلت في الجزائر من 1962، انقلابات، والثورة أكلت أبنائها. عندما يمسك بن بلة الحكم وينقلب عليه وزير دفاعه هواري بومدين، ثم يبدأ بمحاولة تغيير جذري لهوية الثورة. نحن مع ثورة الجزائر كنا ندفع الريال الجزائري في المملكة العربية السعودية لمساعدة إخواننا في الجزائر للتخلص من هذا المستعمر 130 عام. هل هنالك دولة تستعمر 130 سنة؟ لولا أن تونس استقلت والمغرب استقلت لما استقلت الجزائر. هذه حقيقة يجب أن يعرفها أخواننا الجزائريين. هم استحوا في الأخير يعني، ولا كانوا يعني أساسا ولاية فرنسية للأسف.
وثم بعد ذلك يذهب هواري بن مدين بالتسمم، سمموه اعتقد وهو راجع من مؤتمر بغداد، سمموه في الطيارة. ثم يأخذ ابن جديد الحكم ويحاول مصالحة مع تيارات إسلامية، وتدخل الجزائر في مستنقع دم في التسعينات. العشرية السوداء التي لم يستطع الحكم الرشيد في داخل الجزائر أن يقضي على هذه الثورة التي دمرت نصف ما يعني القتلى والضحايا من الحركات الإسلامية التي دعمها النظام ودعمها الجيش الجزائري الموالي للاستعمار الفرنسي. 10 سنوات قتل فيها حوالي 250,000 مواطن جزائري بسبب الخلافات على حكم العسكر في داخل الجزائر. الأيام لا تخبئ أحد، لا زال الجزائر يعيش في مستنقع الحكم العسكري وسلطة الجيش، وتبون هو خابور كبير لإخواننا في الجزائر من أجل إبقاء السلطة، سلطة الجيش وحكومة الجيش وعمالة الجيش للمستعمر الفرنسي، والذي أكدها بأن ذهب بن شنقريحة، يا أخي حتى اسمه والله يصعب للأسف الشديد، اسم يجيب العفن بصراحة. يعني شنقريحة، إيش الاسم هذا؟ إيش الوساخة دي؟ يذهب إلى فرنسا ليؤدي الولاء والطاعة لأسياده في باريس، ثم يعود ويحكمون بالحديد والنار. أخوة لنا وأبناء عم في الجزائر. نقول هناك شعب مظلوم وهناك شعب مكلوم، ولكن الذين يعملون لصالح السلطة ويذهبون في البثوث ومن خلال بثك ومن خلال بثوث أخرى يريدون تحريف الحقيقة. الحقيقة يعرفها الجزائري الحر بأنه كان مستعمر وكان مضطهد حقيقي، ولا زال يضطهد. فشلت ثورته، سيبقون في هذا الفشل إلى أن يعترفوا بالحقيقة. تفضل. لا تتصل شيخي الذي أنا أنظر لهذه المسألة بحياد والله تام. لا أميل لأخوتنا في المغرب ولا أميل لأخوتي في الجزائر، هم على العين والرأس، ولكن التاريخ لا يجب أن يمحى. التاريخ للمغرب، الدول والإمبراطوريات وكل هذه الفتوحات التي نعتز فيها من وسط أسبانيا إلى جنوب ووسط أفريقيا هي لإخواننا المغاربة، هي ليوسف بن التاشفين، هي لطارق بن زياد، هي لموسى بن نصير، هي للعلويين الذين أكدوا حكم أسلافنا الذين أتوا من الجزيرة العربية. لماذا هذا التاريخ يشوه؟ لا يوجد تاريخ للجزائر مع أسفي الشديد. خالد، تفضل. قد يأتيك جزائري الآن أطول ما فيه أذانه يقول لك أنت تقول هكذا لأن العلويون قدموا من عندكم من الحجاز، ولأنك مملكة، أنت تعيش في مملكة تمدح مملكة، يعني هم سيقولون أنك تجاملهم على هذا الأساس. أنا سأرد عليه قبل أن يأتي. أقول قبل العلويين أتوا الأدارسة إلى المغرب وانقطع حكمهم، ثم جاء الموحدون، ثم جاء بعدهم المرابطون، ثم جاء السعديون، ثم بعد ذلك جاء العلويون. هناك انقطاع للعلويين، لم يحكموا من البداية، جاءوا فقط كمضطهدين من الدولة العباسية، ثم أقاموا في تلك الأماكن، ولكنهم لم يحكموا إلا بعد فترة. حلو. طيب الأخ، دعوني أرجع إلى الأخ السعودي هذا، والله كلامه كان طيب، كلامه جميل جدا. خالد، أهلا. يا أخي مداخلتك كان لها طابع كذا مميز، عجبتني وعجبت الجمهور. يعني أنت متابع للشأن المغربي من زمان ولا كيف؟ والله أولا تشرفني شهادتك واعتز فيها، واعتز أيضا في مداخلات اللي في الكومنت على أنا قلت في بداية الحديث أنني أنظر لهذه القضية بطرف محايد، لا أميل لا لهؤلاء ولا إلى هؤلاء، ولكن الأيام لا تخبئ أحد. التاريخ لا يجب أن يزور في هذه الأشياء التي هي معروفة وهي مدروسة وموجودة. ويعني أستغرب من أخوتنا في الجزائر أنهم يحاولوا أن يشككوا في هذه الحقائق التاريخية وهذه الدول التي قامت ونهضت بعز العرب والإسلام. عندما يذكر التاريخ أن ملك البرتغال
حينما أراد أن يجهز حملة لغزو المغرب استعان بملك فرنسا وذهب إلى المغرب وقتل في المغرب ملك البرتغال. هذه حقائق للتاريخ، ربما بعض الناس لا يعرفونها، ولكن هذه حقائق. لا أذكر الاسم من هو من ملوك البرتغال. وعندما يقال أنه مثلا البرتغال حكمت المغرب، حكمت السواحل لفترات، لأنها كانت تحكم في أمريكا الجنوبية، في البرازيل، فكان لابد أن يكون لها امتداد على السواحل المغاربية. وحكمت في لدينا في عمان وفي أماكن كانت إمبراطورية عظمى، ولكنها هزمت من أخوتنا المغاربة. الله عليك يا خالد. أتذكر معركة القصر الكبير التي وقعت، وحاول هذا الملك البرتغالي مع ولي عهد فرنسا اعتقد، او في تلك الحقبه، ان يهزم اخوتنا في المغرب. لا اذكر القائد، هو واخوانه اثنين اخوان هم كانوا مع ملك المغرب، حاكم المغرب ايامها. نعم. وقتل في تلك المعركه. من يذكرني في الكومنت اسم المعركه مشهور ومعروف في تلك الحقبه. انا اريد ان يسمونها معركة الملوك الثلاثة. نعم أحسنت. نعم، معركة الملوك الثلاثة. حتى أن ملك المرابطين مات، ولكن لم يمت من المعركة، مات بالمرض فقيل لها معركة الملوك الثلاثة، لأنه قتل ملك البرتغال. نعم. وقتل الملك المرابطي وقتل أخوه. يعني للتاريخ أنا أحب أنوه بس فقط على المسألة الجزائرية. أنا ألاحظ بأن هذا البلد يحاول أن يغلق على نفسه كل وسائل الانفتاح التي هي في عالمنا الجديد. يعني لا توجد سياحة، لا توجد ندوات ولا مؤتمرات أعمال رجال أعمال، لا توجد علاقات حقيقية متواصلة مع جيرانه، أو حتى نحن في المشرق العربي علاقة ود حقيقية، علاقة مصالحية تستمر لأشهر ثم تنتهي. ما هذه السياسة الموجودة لدى الحكم الجزائري؟ أليس يقول بأنه هو جزء من جامعة الدول العربية وله مقعد في جامعة الدول العربية؟ ما هو الدور الذي يؤديه مع أمته العربية؟ دور استخباراتي، دور فتنة، دور محاولة شق الصف العربي. أنا أذكر مؤتمر عقده الملك فهد رحمة الله عليه بين الشاذلي بن جديد والحسن الثاني، لم ينفض ذلك المؤتمر إلا وأعلنت الجزائر نقضها لكل الاتفاقيات مع جارتها المغرب. أهي الغيرة من أن هذا الاقتصاد المغاربي. يا خالد، الغدر يعني تعرف المغاربة يقولون، هو يعمموها على الجزائري، وأنا ضد التعميم للأمانة. يقول لك خلي الجزائري قدامك ولا تخلي وراك، لأنه أهل غدر. النظام العسكري أقصد أنا، ومن يدور في فلكه يغدرون، يغدر بك. يعني أنت من أعز حلفائه ممكن يغدر بك في منتصف الطريق. هذه غدروا ببعض، إذا كانوا بعض تآمروا على بعض وانقلبوا على بعض وقتلوا بعض، كما أنت سردت في جزء من آخر من انقلبوا عليه أبو ضياف بعد ما مات، بعد ما استقال الشاذلي بن جديد قتلوه. لم يكمل في الحكم حوالي الأسبوعين رحمة الله عليه أبو ضياف، لأنه أراد أن يغير المرحلة ويذهب بالجزائر إلى طريق آخر، ولكنهم اغتالوه الحرس العسكر الجيش الجزائري الذي يحكم ولا زال يحكم إلى الآن للأسف الشديد. شكرا لك يا أخي. وهذه حقائق للأمانة. أنت اليوم كنت إضافة مميزة لللايف، كصوت من بلاد الحرمين الحبيبة، وصوت مشرقي قوي ملم. هكذا نبشر الإخوة في المغرب أنه يشوفوا المشارقة يلمون، يعني ما عدنا زي سابق لا نعلم عن المغرب شيء ولا ندري ما الذي يدور. لا، الحمد لله بدأنا. أنا يمني، الأخ سعودي، وبيأتوكم. أنا أطالب المشارقة أن يأتوا إلى اللايف، الإخوة السعوديون، الخليجيون جميعا، اليمنيون، أهل الشام، أهل العراق، أنا الآن شوفوا الستيج ولا مغربي ولا جزائري، الفلسطينيين وأنا يمني مدير اللايف، والأخ سعودي. هذه نقلة يعني جدا نوعية في اللايفات، أنه المشارقة يفهمون هذا الملف، لابد أن يفهمون هذا الملف بشكل كبير. أستاذ خالد، لو تكرمت اعمل لي رسالة كذا في الخاص، أريدك في شيء، وبعد ذلك لنا تواصل إن شاء الله. تحياتي لك.
اتشرف، الله يحفظك. شكرا لكم وشكرا للمتابعين، والله يحفظك، وكل عام وانتم بخير، وعواشر مبروك لاخوتنا المغاربه. عواشر مبروك على الجميع. شكرا لك يا خالد. الاخ حسام تفضل.